بناتي الحلوين، فين ثقتكم بنفسكم يا حبايبي؟ مين قالك ان انتي مش كفاية؟ مين قالك دايما ان انتي لازم تبقي شبه حد عشان تبقي بتتحبي؟ مين قالك انك لازم تقلدي فلانة وفلانة وفلانة عشان تبقي افضل وتبقي احلى؟ حبيبتي خليكي انتي، خليكي انتي، ما تحاوليش تقلدي حد. ما تحاوليش ان انتي تبقي دايما بتدوري على راحة ناس تانية على حساب راحتك انتي. عارفة انتي لما بتفضلي تقلدي في فلانة، في طريقة كلامها، في تسريحة شعرها، مش عارف، في طموحها، في أخلاقها، في كل حاجة في حياتك، انت بتلغي شخصيتك من غير ما تحسي. حبيبتي انت هتتحبي أكتر كل ما تبقي انت، مش تبقي حد، تبقيش حد تاني. مين قالك ان انت كده مش كفاية؟ مين قالك ان انت كده ما تتحبيش؟ عارفة ايه اللي يجذب الناس ليكي دايما؟ شطارتك، نجاحك، تفوقك، اسلوبك المميز. ده اللي يخلي دايما هي الناس بتبصلك، وتخلي الناس دايما عايزة تقرب منك. الكاريزما بتاعتك. وده هيجي امتى؟ ده هيجي اما اكون انا بطور في نفسي، اما اكون عارفة انا مين، واقدر اطور في نفسي ازاي. يعني مثلا لو انت بنوتة خجولة، اتدربي ان انت تعرفي تتكلمي وسط الناس، دربي نفسك على ده. اتدربي ان انت تتكلمي وما تخافيش ان انت مهما قلتي رأي صح او غلط، ان انا هتحمل النتيجة دي، وهقدر ان انا اتكلم واسمع رأي الناس. اتدربي ان انت تتكلمي مع ده مع اخوات. طب لو انت شخصية عصبية ولسانك مثلا على طول بيجلد مثلا في اللي قدامك، فانت حاسة ان الناس بس هتحبك عشان شكلك وهيستثني القصة دي، تبقي غلطانة. طب اعمل ايه؟ احاول اهدى، احاول اتعلم ازاي اتكلم مع الناس، ازاي اتكلم مع اللي اكبر مني. ودايما شوفي صورتك من نفسك من منطق. اكتر حد هتحبك يا بنتي هي اللي دايما هتقولك انت في الطريقة دي غلط، صاحبتك دي بلاش منها، المشوار ده مش صح، اللبس ده مش صح. مش لازم نبقى شبه بعض، مش لازم كل الناس تبقى شبه بعض. وطول ما انت مقتنعة انك لما تبقي شبه فلانة ده اللي هيخلي الناس تقرب منك وتحبك ويبقوا صحابك قريبين منك، ده مش صح يا حبيبتي. صحابك اللي عايزين يغيروكي عشان يقربوا منك دول ما يلزموكيش. وانا هنا بتكلم في ايه؟ ليغيرك للأسوأ. لكن انا لو شايفة في نفسي حاجة محتاجة تتغير، اغيرها. بس الحاجة اللي تكون للأفضل، عشان ما ناخدش الكلام زي ما هو. غيري للأفضل. يعني أنا محتاجة إني أبقى في مذاكرتي أشطر، يبقى ذاكري عشان نجاحك دوت هيساعدك أنت. أنا محتاجة إن أنا أعرف أتكلم بلباقة أفضل، اتعلمي دوت ودربي نفسك عليه. واسألي دايما ماما، واقعدي معاها وخدي نصيحتها. بلاش نصيحتنا يا قلبي تبقى من صحابنا الصغيرين، بلاش نصيحتنا تبقى من بنت زيها. بلاش دايما ابقى انا عايزه ابقى شبه فلانه في لبسها وفي طريقه مشيتها وي. مين قالك ان لبسها هو ده الصح؟ مين قالك ان طريقه المشيه دي صح؟ ممكن تكون ساعتها بتلفت الانظار، لكن ما بيكونوش معجبين بيها. ممكن تكون ساعتها لما بتدخل مكان كله بيبص لها، لكن عمرهم ما حد فيهم في يوم، وخاصه من الشباب، هيجي يفكر ان تبقى هي دي البنت اللي في يوم من الايام تبقى شريكه حياته. واحنا اتفقنا قبل كده، فيديوهاتنا قبل كده، ان سنك ده يا قلبي هو سن تطوير الشخصية وسن المذاكرة. حضرتك بعد اذنك ركزي في مذاكرتك يا بنتي، ركزي في حياتك، ركزي في ان انت تبقي واحدة داخلة المكان شيك. اهتمي بلبسك يبقى لبس مهندم، لبس شكله حلو. انا ما بقولش يبقى غالي، يبقى بس لبسنا شكله حلو، مكوي، ريحتي كويسة، تسريحة شعري طليق، حتى لو بحط مكياج او مش بتحطي دلوقتي، لو هحط حط حاجات رقيقة. انا بشوف بنات رايحين الجامعة او رايحة الدرس في ثانوي، دي رايحة فرح يا حبيبتي، انت مش رايحة جامعة، انت كده مش رايحة درس. تقولي ما اصل هي دي الموضة. البنت المميزة البعيدة عن القصة دي صدقوني هي دي اللي بتعجب اكتر، وصدقوني هي دي اللي بتبقى افضل. ما تبصيش دايما لفكرة اللي حواليكي، دي حواليها اصل الشلة الكبيرة. سعد الكد يا بنتي كله بيسيب. ساعة الدنيا لما بتشد والبنت دي بتدي يضغط عليها كلهم بيسيبوها. بنت حبيبتي خلي بالك من نفسك، انت كفاية. بطلي تلومي نفسك، ما تجيش تقولي اصل انا شكلي وحش، انت شكلك زي القمر. بس بصي لنفسك، هندميها.
مش عيب إن إحنا نهندم نفسنا، مش عيب إن إحنا نطوّر شوية في شكلنا في المعقول، أطوّر يعني إيه أنا مش هاعمل عملية، لكن هابقى مضبّطة شكلي، نازلة بطريقة كويسة، لكن كَم الحاجات اللي بتتحط مش هو ده الجمال يا بنتي، مش هو ده الجمال إني أقلِّد أي واحدة في طريقة كلامها، مين قال لِك إن طريقة كلامها دي هي الصح؟ مش أي ألفاظ بتتقال دلوقتي باسمعها في الشارع بتسمعيها مع أصحابِك، أي أغاني طالعة أقلِّد منها الكلام، مين قال لِك يا قلبي إن ده الصح؟ ما ينفعش، خلّيكِ مميزة، تبقي مميزة بأخلاقِك، بتربيتِك، بصوتِك الهادي، بطريقتِك، بنجاحِك، بتفوقِك، كل ده هو اللي يعمل لِك الكاريزما ويخلّي الناس كلها بتبقى عايزة تقرّب منِّك. حبيبتي خلّي بالِك من نفسِك واقتنعي بنفسِك، واقفي قدّام المراية دايمًا وقولي أنا كفاية بنفسي، أنا كده كويسة، وشوفي إيه الحاجة اللي أنتِ عايزة تعدّليها عدّليها، ده مش عيب.